السلام عليكم. واحدة بتقول مشكلتي اني تسرعت وتزوجت رجل اكثر واصغر مني وافقر من ابويا لانه كان ابن عمي، واهلي الله يسامحهم اقنعوني بيه. الراجل ليس مناسب لي، لكن اذا طلقته ما اتوقع يخطبني بعده رجل مناسب لي، وافكر في دخول علاقة مع رجل حاليا والاتفاق معه على ان اطلق زوجي واتزوجه، حتى إذا طلقت زوجي أكون ضامنة إني راح أتزوج بعده. بس الكل يقول حرام، أنا أعرف إنه حرام، بس أشوف هذا الحل الوحيد لمشكلتي. خلونا نرد على المشكلة من الآخر للأول كده. أما أنت شايفة إن ده الحل الوحيد لمشكلتك بتسألينا ليه؟ تاني حاجة، لما أنت عارفة إن ده حرام والناس بتقولك إن ده حرام وأنت واثقة إن ده حرام، بتعمليه ليه؟ انتي مفكرة ان لما تبقي على علاقة مع حد وانتي متجوزة انه هيفكر اصلا يتجوزك بعد ما تتطلقي؟ ده مستحيل يثق فيك اصلا ولا يفكر يتجوزك. اول حاجة هيفكر فيها مش يمكن برضك اطلع مش مناسب وبعد ما نتجوزه وتعملي كده مع راجل تاني؟ طبعا انسي الفكرة المتخلفة دي خالص. نرجع للي قبله، اهلك الله يسامحهم اقنعوكي، انتي جاية تكتشفي انه مش مناسب بعد ما اقنعوكي؟ فين الاقتناع ده راح؟ ما تسألي نفسك كنتي مقتنعة بايه؟ على فكرة المشكلة مش في اهلك، المشكلة فيكي انتي. نرجع لأول حاجة خالص، اقصر منك. طب ما انتي متجوزة وعارفة ان هو اقصر، ولا ما شفتوش في الكوشة، ولا اتجوزتي عمياني؟ اصغر منك كمان، يعني انتي اكبر منه. دلوقتي بقت المشكلة والعيب فيه هو افقر من حالة والدك. اتجوزتني وانتي عارفة ان انتي مش هتعرفي تعيشي في الحالة دي، ليه بتوافقي على حاجة ما تناسبكيش؟ خلينا نقول في الاخر ان الشخص ده هو المناسب ليكي وانتي اقتنعتي بكده. انتي مش محتاجة تقتنعي، انتي مقتنعة. انتي محتاجة بس تطلعي من دماغك الناس اللي اقنعتك فجأة انه اصغر واقصر وافقر منك. طلعي من دماغك كل حد عايز يأذيكي ويبوظ علاقتك بجوزك ويبوظ حياتك الزوجية ويبوظ لك حياتك انتي نفسك. فكك من كلام الناس، فكك من اي حد يحط وش في دماغك. خليكي واثقة في نفسك وواثقة في علاقتك بزوجك، لان اكيد اقتناعك ده ما تدمرش غير بسبب الناس.